نصب أو احتيال على الشخص اللي آمن أو أمن على مصاريه أو على أملاكه، فهون كيف بيقدر؟ هل بيقدر الشخص إنه يسترجع هي الأملاك أو لا هي قانونيا صحيحة؟ هلا ممكن شخص يساوي لشخص وكالة بأمر معين، مثلا لبيع عقار معين، فيجي مثلا اليوم سواها الوكالة، ثاني يوم يقوم هذا الموكل بعزله، فيجي مثلا ثالث يوم هذا الوكيل بإقرار البيع لشخص ثالث أو شخص مثلا الشاري، فبيجي مثلا الموكل بيقول له أنا بس عزلتك ثاني يوم، تمام. فهون العلاقة هون بقيت إنه قائمة، يعني المبيع يعتبر صحيح لأنه هو ما بلغ الموكل أنه تم عزله، فلازم يوصل لعلم الموكل يثبت بكافة الطرق أنه تم تبليغ الوكيل أنه تم عزله بالوكالة، ولا لا يعتبر البيع نافذ. وممكن هون ساعتها أنه إذا بده يلغي الوكالة، الوكالة بتنتهي، لأنه هي الوكالة إما بتكون لأجل معين، مثلا هي عمل له إياها